لا عايزين نسخن كده، عايزين نسخن كده. انا بقى اخاف من نقطه، اخاف نعمل شبه ماتش انتر ميامي، نهاجم ونمسك كوره الشوط الاول، بس دول لو مسكوا علينا كوره الشوط الثاني هيجيبوا جون. ايه ده يا جدعان؟ ده ايه ده يا جدعان؟ ده جدعان مسكوا، هم امكانيات اعلى. ما هو انت ما تكذبش على نفسك وتقنع نفسك بحاجه مش حقيقيه، هم امكانيات اعلى، بس انت على امل ان انت تستقتل. ما عشان ما بيعرفش يلعب، ما هو شافوه استهيفوه ما استرجلوهوش. اقعد. طب كمل اللايف على العب بقى، عدل بقى انت. بص يا زيزو، انا عارف ان انت رايح ترفع بس عشان تاخد صوره تنزلها على انستا. العب كوره. يا رب بقى، نفسي افرح بجون بجد في البطوله دي. ربنا يستر بقى من الفاول عشان الرفعه دي خطيره. محمد هاني النهارده ولا تدخل يعرف ياخد فيه كوره ولا باص طلعه صح. امسك يا شناوي. يا ابن اللعيبه يا شناوي، مش عارف يعمل تاكلينج، مش عارف يعمل تاكلينج يا جدعان. العب يا عبد. بص محمد هاني بيزقه ازاي، بيقول له اوعى يا وحش. ماتش للنسيان الصراحه للنادي الاهلي. حرام ان ده يكون اداء، يعني حرام تقول اداء سيء. لا ربنا يحرق دمهم زي ما بيحرقوا دمنا. كينج اللعبه معاكم بولا سمير، واهلا بكم في لايف رياكشن تاريخي ان شاء الله. تاريخ النهارده هيتكتب. لايف رياكشن النهارده الاهلي وبالميراس في تاني مباراه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. خير ان شاء الله. النهارده ماتش الصعود ان شاء الله، اجواء كاس عالم تانيه خالص. فايتك نص عمرك لو انت مش بتتفرج على اللايفات اول باول ومتابع اول باول. اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه وفعل زر الجرس. ويلا بينا نبدا المباراه اللي هتاهلنا ان شاء الله، ان شاء الله من مجموعتنا. ان شاء الله خير وهنكسب، يعني هنكسب. توقعاتك بسرعه. ضم الولا رقم 41 عندهم جبار. جبار. ده هي كارثه كونيه. حلوه قوي، حلوه قوي. فاول صح. حلو. حكم محترم. الحكم ده جامد قوي على فكره. لا عايزين نسخن كده، عايزين نسخن كده. لان انت بتعمل ايه يا ياسر؟ هو دي ازاي مش فاول؟ هو ده حمدي؟ ايه ازاي بس دي مش فاول برضه. الشناوي شالها ولا اشرف داري. حلو، وحشه قوي دي. لو حلوه قوي. تريزيجيه على الاستلام. يا رب. لا تريزيجيه دي بعيده قوي. ماشي. حلوه. احنا كويسين وباين ان احنا كويسين ورايقين وفايقين. حلوه يا جدعان. حلو بامان الله. حلو. شوت. حلوه حمدي. حلوه قوي يا جدعان. حلوه يا جماعه. حلوه قوي يا جدعان. لحد دلوقتي زيزو ما شمهاش تقريبا. جابت زيزو هاني دي جابها ملعونه. يا ريتك ما كنت شميتها. الله يخرب بيت. بص هاني الكعور. انا بقى اخاف من نقطه، اخاف نعمل شبه ماتش انتر ميامي، نهاجم ونمسك كوره الشوط الاول، بس دول لو مسكوا علينا كوره الشوط الثاني هيجيبوا جون على طول. يعني دول لو جالهم نص فرص اللي جت لانتر ميامي مفيش، كلها جوان. 3-2 كده. مروان عطيه بقى رمانه ميزان. انا ما كنتش الصراحه ما كنتش مقتنع بيه قوي، بس بقى رمانه ميزان نص الملعب في الاهلي. تعرف اللاعب بيعرف يلعب كوره منين؟ ان التطفيشه بتاعته تكون حلوه. محمد ده ما بيعرفش يلعب. ايه ده يا جدعان؟ ده ايه ده يا جدعان؟ ده الولد رقم 41. ايه ده؟ هو قلب على لامين يامال ليه كده؟ احنا كده اتهزينا بقى كده. بقى ايه؟ احنا دخلنا ماتش بالميراس ما كانش مركز. بالميراس كده ركز واحنا بقى نمنا. حمدي شد فخدتك يا حمدي. شدت واحده يا ولا وسام مرقص. هيحسبها لك ضربه جزاء يعني. يا راجل انت يا جدعان مسكوا. هم امكانيات اعلى. ما هو انت ما تكذبش على نفسك وتقنع نفسك بحاجه مش حقيقيه. هم امكانيات اعلى، بس انت على امل ان انت تستقتل. بس احنا كده الفرص اللي بتروح علينا الجوين كلها. يا جدعان مش عارفين نعملها. الطريقه خلاص عملناها مرتين ومشيت. احنا مش عارفين نطلع الكوره. ايه ده؟ ضربوا بسطوره حتى. ما بلاش بقى فزلكه. انا ماشي وانت بن رمضان احلى فزلكه. بحبك يا بن رمضان. ارفع في النص. ولا يا حمدي ولا بن رمضان. هو بن رمضان في الملعب كله ولا ايه؟ انا بتلخبط ما بين اللعيبه. ولا بن رمضان. بحبك يا بن رمضان يا ابن اللعيبه. ضربه جزاء دي يا حكم. ضربه جزاء دي. هو وسام جاب ضربه شمس ولا ضربه جزاء؟ هيوقف دلوقتي الحكم الحكم هيوقف الماتش. هو ده كيف قانوني برضه يعني. هو ده يا جدعان اللعب ده في البرازيل عندهم بينزلوا كوره. ده قانوني. الهجوم كله من عند محمد هاني. خلي بالك. ما عشان ما بيعرفش يلعب. ما هو شافوه استهيفوه ما استرجلوهوش. تريزيجيه انت من اول الماتش بتعمل كده. غير بقى دي والعب كوره. مش عايزك تهدي لعب. بص دفاعاته حركاته. زيزو 0. بالونه. زيزو ما اندمجش. زيزو
اتصاب زيزو، يا ريتني ما كنت جبت سيرتك. هو انا ايه يا عيني؟ طياره ثانيه عدت اهي. حلوه يا يحيى، لان كان الولد ده حلو يا يحيى. بحب قوي اللعيبه اللي بتلعب بمبدا الامان، بحترمها جدع. دي فكره اللعيب الدولي المحترف اللي قلت عليها في الحلقه. ارجع اتفرج بقى. بص يا ياسر، انت هتقضيها خناقات مع لعيبه هنلعب كوره امتى بقى؟ مش هنقضيها كل ماتش لقيت تتخانق معاه بقى. لما طلع قال التصريح بتاعه قال لك ميسي زميل وانا بقدره وبحترمه، ولكن كلها كوره وليك ما ليك وما عليك ما عليك، وربنا بيدينا 5 حاجات. العقل، الكبد، البنكرياس. يلا بقى كوره بقى. والله العظيم يا يا عم حلوه يا مروان عطيه يا جدعان، خدها من خبير كروان. لمسته في الباص، خدها من خرير كروان. لمسته في الباص تحسنت كثيرا. مش عارف تتكلم. خرير كروان ايه؟ اقعد طب كمل اللايف على براحتك تجيب سنسور. رايح فين يا شناوي؟ والله العظيم عالمي يعني. عالمي يا شناوي، اي حاجه هتعملها يا ولا. بص بن رمضان، انا هعمل بيدج محبين بن رمضان بعد الماتش على طول. زي ما انت. تعالى بقى فيها يا عم. انذار. ايوه حلوه قوي. لا يا عم شال زيزو يا عم. ما فيهاش حاجه يا عم شال زيزو يا ابني. بص يا ابني بص خط فين يا ابني؟ بوش الرجل يا عم. دينجرس بلاير ده. ايه؟ روح للفار. مفيش فار يا ابني. لا يا جدعان الحكم ده شخص انسب حكم كان يحكم الماتش ده، راح للفار. انت مش انسب حكم يا ابني. بص التدخل يا لهوي. بص هيرجع. هيرجع. بص بص هيقول له وريني زاويه كمان. شكرا. هو ده انت معاه؟ انت سامعه ولا ايه؟ بص زاويه كمان. انت مهكر وده انا حكم. هيديله انذار بس خلاص، بس عشان ايدك بس. ده كل واحد فينا بقى حكم. بس عشان ايدك العب على صفرة الحكم يا عم. بس خلاص. هتكسر. بس خلاص. هتدمر. يا هتقلق. العب بقى عدل بقى انت كمان. بص يا زيزو، انا عارف ان انت رايح ترفع الركنيه عشان تاخد صوره تنزلها على الانستا. انت العب كوره. زيزو رفعه. اجيب لك حسام عبد المجيد عشان تجيبها. بقول لك ايه الكره دي جون وهتترد علينا بجون بعديها على طول. يعني ايه؟ اتريزي الولا مات، ما تضيعش بقى مجهوده. بتعمل ايه يا تريزيجيه؟ طيب ايه ده يا جدعان بجد ده؟ يا زيزو، خدت انت صوره الانستا؟ نلعب كوره بقى. يا رب بقى، نفسي افرح بجون بجد في البطوله دي. يا رب كرمنا. ماشي موت ولا. بص هات ولا يا ولا ولا مروان. يا ولا والله العظيم الواحد بقاله فتره ما اتفرجش على كوره يا عم. هو بجد بيعمل ايه؟ بجد محمد هاني بجد. لا يعني هو لا واقف ماسك واحد بجد كتير ولا بيخش على واحد بجد كده. طب بجد حرام بجد واحد زي محمد هاني ده يضيع مجهود الفرقه كلها. ماشي بتاعتنا ان شاء الله حلوه في النص. فين يحيى مات ولا يلا ضربه من غير كوره. حلوه حكم. في ايه بقى يا لهوي. يا رب تطلع الحمد لله. يا لهوي ده كان 3-2. عزيز انا عايز افهم بس حاجه بجد برجوله. هو انت دلوقتي بص الحارس متضايق والله العظيم كنت خايف المرتده دي. الرفعه انت مش عارف ترفعها. طب انت دلوقتي جاي تعمل ايه معانا في الفرقه؟ انت يا ابني ما كنتش بتعمل حاجه في الزمالك غير ان انت بترفع. رفعاتك اجوان. كلمني ابوك، رني على ابوك. هكلم ابوك والله. حلو قوي الشوط الاول. ايه الشوط الاول 0-0 حلوه مرضيه. الشوط الثاني يا جدعان كان لسه ما خلصش الشوط الاول اصلا. مش يمكن الكره تجيبه في نفسه دلوقتي. خلاص الشوط الاول يا جدعان اسمعوا مني كلمتي موثوق فيها. نتقابل في الشوط الثاني. الشوط الاول خلص. بالميراس عمل تبديلين 2 فقط عشان خاطر يقدر يكسب يواكب المستجدات في مثل فيكسال. صعب محمد هاني صعيب برشا وابويا على اعتاب الجلطه. حلوه دي يا لهوي. ولا بنعمل اي حاجه بجد فدادين وربنا بجد الموضوع اوفر قوي. يا لهوي يا نهار اسود. ربنا يستر بقى من الفاول ده عشان الرفعه دي خطيره. وحاسس ان احنا ابتدينا ننام مش عارف ليه. يا نهار اسود جون. لسه بقول ايه انا هو سام حطها في نفسه ولا ايه؟ هو اللي حطها. بص فاول من محمد هاني برضه بجد. فاول ملوش اي ثلاثه لازمه من الاول. محمد هاني النهارده ولا تدخل يعرف ياخد فيه كوره ولا باص طلعه صح. اطلع يا عم. لو هيخرج من الماتش يغور في 60 داهيه. حاجه خرا. تاني ماتش بنفس المنظر. الشوط الاول قاعدين عمالين نتنيل اكننا بنعرف نلعب كوره. لازم يبدل. لازم دلوقتي الفريق هدي قوي. لازم يبدل. بص هاني في حته ثانيه. بص هاني
بص نفس مكان الفاول بتاع الجون الاول. امسك يا شناوي يا ابن اللعيبه، يا شناوي يا ابن اللعيبه. احنا مش عايزين نتعادل، احنا عايزين نكسب. انا نفسي افهم والله العظيم يا ابني اول ما الكوره بتبقى في رجل محمد هاني بصوا العاديه، الفريق كله بيطمن ان هو يقدر يطلع. البص العاديه قوي اللي هي اي حد بيعملها، هو مش عارف يبازيها. هو واقف عليها وسام وزيزو تقريبا. تقريبا يحيى وزيزو. هو لو منهم ارفعها ما تتشط ولا تترفع ولا تتشط، والله العظيم انت عندك لعيبه فاضيه يا عم. ابص رفعوها زيزو. نفسي اعرف جايبينك ليه حتى الرفعه مش عايز. يا لهوي يا نهار اسود، ربنا يستر يا نهار اسود، ربنا يستر. هاني يعملها، هاني حط امك يا هاني. مش عارف يعمل تاكلينج، مش عارف يعمل تاكلينج يا جدعان. بقول لك محمد يا جدعان مش عارف يعمل تاكلينج. محمد هاني ده غريب قوي وحش قوي. مش عارف يا ابني. بص بيقص بالشمال، يا لهوي بيقصوا بالشمال، بيقصوا بالشمال. العيال ده على وشه. اي حد عنده سياسه كوره يفهم ان اللي جاي كده بتقصه كده، بتقصه كده. يا ابني مش بقص، انا هتشعلق فيه اصلا. اخيرا الماتش بدأ بعد توقف لمدام سنه. هندفعها جون دلوقتي. العب يا عم. بص بيكام، مش عارف بيكام جايبين لاعب من احنا علينا تدعيمات برضو. اللي عندنا بيجيب الصفقات ده فنان. بيلعب على حاجتين، على لعيبه كسر وياخد لعيبه من الزمالك عشان اعمل شو مع الجماهير. احنا ماشيين كده في الاداره كده. بص محمد هاني بيزقه ازاي، بيقول له اوعى يا وحش، اوعى يا وحش، سيب الكوره لله ادب، انا هجيب لك ابويا الماتش الجاي. يا نهار ايه ده لا مش هاني ده. يا نهار اسود يا جدعان، بيلف حوالين نفسه. ايه القرف ده؟ بيلف حوالين نفسه، طلعه. اخلص بقى انت. ارمي نطك يا ابني. بس بص بيعمل ايه البيكام. بص بيكام بيهوى. بص بيكام بيهوى. يا نهار اسود، ده بيرقصوا التليفون يا جدعان. بص بيكام بجد. بيرقص بيكام بجد، كان بيرقص. بيرقص بيه بجد. بيكام كان بيرقص. يا نهار اسود. هاني فشل جوه، انا ارجع اكمل فشلي ورا. على الاقل الناس عارفاني. لا هاني بيقدم الصراحه. لا بس عارف بس انتوا الصحفيين يا جماعه نفسيه اللاعبين. لا يا عم نفسيه ايه؟ ما يبطش هو 2 و10 و15 مليون في السنه وتقولي نفسيته. ادينا 15 مليون ويطلع ينتقدني لو بلعب بالاداء السيء ده. ايه يا عم الخرا ده يا عم؟ لعيب لا عارف يهاجم ولا عارف يدافع ولا عارف يعمل تاكلينج ولا عارف يلعب كوره ولا عارف يباظي. طب بيعمل ايه؟ صاحبي طب بقى مع اللعيبه مركزه في الساحل وهالسين يا عم والنخيل البيتش المميز. يا عم لا يا جدعان مستحيل، مستحيل. ده الواحد بقى بيتنبأ اول ما الكوره تبقى في رجله، بيتنبأ ان الباص طالع غلط وبيطلع غلط. ماتش للنسيان الصراحه النادي الاهلي. لازم جون دلوقتي. لازم جون شرف بس، عارف ان انت فجيت البطوله بس عيب. لازم جون. العب بن شرقي يلا يا عم. القرف ده كرة أرضى من البني آدم يتفرج عليها. اللي بيتقدم ده ما ينفعش حد يتفرج عليه. حرام إن ده يكون أداء أصلا، يعني حرام تقول أداء سيء. ده مش أداء أصلا. لعب الاوت صح، انا خايف العبها بره. لعب الاوت صح الحمد لله. ماشي يعني بياخد خطوات لقدام. لا عالمي قفش والله بجد يا جدعان الاهلي جامد قوي في الدوري. بص بيعملوا ايه. هتعمل ايه بقى انت؟ هتعمل ايه انت بقى دلوقتي؟ هتعمل حاجه. ارجع بقى لورا بقى. تخيل جماهيرهم بيبصوا لنا ازاي دلوقتي. يقول لك ايه ده؟ هو في بجد فرق في الدنيا كده؟ هو بجد في كوره في الدنيا كده؟ بجد في لعيبه مش عارف يعني مش عارفه تباصي؟ ده كان تتخيل ان كوره قفشه دي في الدقيقه 85 هي اول شوطه من الاهلي على الحارس في الماتش كله. الماتش كله. يا نهار اسود. شوطه قفشه دي اللي هو كان بيمرنا فيها، اللي ما بيشوطهاش في التمرينه. لا كل حاجه. الحاجه الوحيده اللي اتضايق في الماتش ده طموحات الجماهير اللي عماله من قبل ما البطوله تبدا وعاملينكم بني ادمين. الجماهير عامله اللعيبه بني ادمين وعمالين يتكلموا في تاهل ولو اتقالت هلاعب مين، واحنا بنشجع شويه رمم ما تستاهلش. رمم والله رمم. بص ده منظر فريق كوره. ايه يا عم ده يا عم؟ كل واحد واقف بيعمل ايه؟ لا ربنا يحرق دمهم زي ما بيحرقوا دمنا. وحياة ربنا اللعيبه دي ما بتحس ولا عارفه الجماهير شايفاهم ازاي ولا حاسه بالمسؤوليه. ربنا يحرق دمهم زي ما بيحرقوا دمنا كل مره. باخد مليون الدولارات احس بيك ليه كجمهور بامانه بجد. ما انا في الاخر بركب عربيه ومعايا فيلا واثنين وثلاثه ومأمن نفسي وعيالي ومستقبلي وتأمين وشهره وفلوس وحلقات وتلفزيون. ايه بقى كوره؟ مش فاكر يعني ايه كوره.
في وسط كل الحاجات دي افتكر الكوره بتاع ايه مش عارف. هنزل يا عم العب لكم 90 دقيقه واتنطط وانزل بوستات وازعق في الجماهير واشتم اللعيبه اللي تضايقني واشوف الجماهير ما بتحبش اللعيب مين واكسر معاه وانشف عليه واخد اللقطه وابقى اسمي لعيب كوره خلاص. هي دي كوره في مصر. لسه بقول لك ايه؟ بقول لك لعيبه لقطات. العب كوره يا عم ما تدافعش عن الجمهور، العب كوره. انت بتعرف تلعب كوره؟ ما تدافعش عن الجمهور. طالع يتشنك على اللعيبه عشان خاطر شاط الكوره في الجمهور، مالكش دعوه بالجمهور، العب كوره يا عم والجمهور هيرد. نهايه البطوله بالنسبه للاهلي ونهايه اللايف، وشكرا قوي لحد هنا. ان شاء الله بقى ان شاء الله ان شاء الله ريال مدريد يعني ربنا يستر برضه ريال مدريد، والله الواحد ما بقاش ضامن اي حاجه. نتقابل في لايفات تانية ان شاء الله.